الحمد لله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المستمعون الكرام، فتنة خطيرة طلت برأسها وحذر منها السلف رحمهم الله، وبينوا خطرها وعوارها. إنها مسألة تكفير المسلم لأخيه المسلم، والمجازفة بالحكم على المسلم بخروجه من ملة الإسلام وعده من أهل الكفر والشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، مسألة التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام، لها آثارها الوخيمة، فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان. ولقد نبه أهل العلم سلفا وخلفا إلى خطورة هذه المسألة وعظم شأنها، وما يترتب عليها من آثار وتبعات في الدنيا والآخرة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من ملة الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقوم عليها إلا ببرهان أوضح من الشمس في رابعة النهار. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي لفظ: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وفي حديث آخر: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. أمة الإسلام، الكفر حكم شرعي، والكافر هو من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس الكفر حقا لأحد من الناس، بل هو حق لله وحده. يوضح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله بقوله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك ليس لك أن تكذب عليه، لأن الكذب حرام لحق الله تعالى. وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم قاتلهم علي رضي الله عنه وأئمة الدين من الصحابة والتابعين، وقد ثبت ضلالهم، أي الخوارج، بالنص والإجماع، ولم يكفرهم أحد من الأئمة، وإنما قاتلوهم لبغيهم. قال رحمهم الله: إن الإمام أحمد صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، ولم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الاهتمام بهم والصلاة خلفهم والمنع من الخروج عليهم. أيها المؤمنون، في مسألة التكفير زلت أقدام ما كان لها أن تزل، وضلت أفهام ما كان لها أن تضل، وخاضت ألسنة وأقلام بغير علم ولا برهان. فينبغي الحذر من ذلك كله، والسلامة لا يعدلها شيء، كما ينبغي الحرص على جميع كلمة المسلمين. فحين تحصل الفرقة والنفرة وشتات الكلمة يستبد كل ذي رأي برأية، ويدعي كل الكمال لنفسه، ويحصل الحق والغيرة في نفسه. وحينئذ تتنافر القلوب، ويقع التهاجر والتقاطع، وتضعف الدعوة إلى الله. ولعمر الله إن هذه لهي بغية الأعداء. ونفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، وأقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.